والحسرة قبل الواحد كان يبلع 50 فرنك ولا بيسة، ولت زطلة تو الأجيال تطورت مع الوقت في هالبلاد. قال لك فما رضيع لقى لقشة متاع زطلة فوق الطاولة، هز كليها في بالو شوكولاتة. ولا قسوات في تونس الحليب مقطوع والزطلة موجودة. ليه تقولوا ليه نعيشوا في أمريكا الراجل جايب لقشة متاع زطلة حطتها فوق الطاولة تقول حات خبزة. تيأسف والله كل يوم ولا نسمع غريبة تنسيك في قبلها. صبروا برا. هو بصراحة الشيء اللي صار ما يضحكش، أما بالحق واحد يقعد متعجب. حبيت نقول حسبي الله ونعم الوكيل في بوه، شنو ذنبه الصغير هذاك؟ هو مليك وربي يكتب له عمر جديد. انا صدقوني البيبي غيظني مسكين على العيله اللي طاح فيها. البو ربي يمتحنه في ولده وان شاء الله تكون له تحت التوبه. جديد البو والعمه توقفوا بتهمه اهمال قاصر والتحقيق مازال جاري، وهذايا اللي كان متوقع مادام المخدرات وليت تفدليكه في المسلسلات والاعلام قاعدين تبسطوا في الامور وهاكا جو شيخه وما فيها باس. وما زلنا باش نشوفوا. كنت تتذكر اللقطه هذيا تعديت في مسلسل اولاد مفيده. واليكم التعليق.